انا بقيت بنصحهم بنصيحه، ما تدوروش على الجواز قد ما تدوروا ان انتوا تعملوا كارير لنفسكم. من كتر ما انا بشوفه طبعا، من كتر ما انا ما بقتش شايفه فيه امان. الحياه الزوجيه ما بقتش امان. يعني الراجل جالك راجل يكمل معاكي حياه كويسه، عيشي وافتحي بيت واحترميه واحتويه وكوني له السند، وانتوا الاتنين تكونوا السند. انما لو حد هيبقى لود عليكي وتعب عليكي، لا، كاريرك الاهم. لان في ستات كتير اللي بشوفهم في المحكمه يفضلوا يقولوا لي احنا لو رجعنا ب10 سنين ورا كنا هنشتغل ونعمل كارير لنفسنا. طب وايه رايك في الست اللي بتسيب شغلها علشان تحافظ على بيتها؟ ما اقدرش انتقدها. ليه؟ لان في رجاله فعلا بتقدر قعدان الست، في رجاله طيبه. تنصحيها بايه طيب؟ خراب البيوت مش حلو. خراب البيت مش حلو، خاصه لما يبقى فيه اطفال. احتوي بيتك، احتوي جوزك، حافظي على بيتك لاخر قطره، ما تسمعيش بره. السوشيال ميديا اكتر حاجه دمرت بيتنا. طب والستات اللي بتنصح بعض بالطلاق، ايه رايك فيهم بقى؟ اللي تقول لها سيبيه، دي الحربيه، اخلعيه، طلقيه، لا يلا عشان تخشي معانا في نادي المطلقات، يلا هنحطك معانا في جروب المطلقات. تسمع قصه ان واحده جوزها قال لها مثلا ايه ده انت جايبه النهارده مثلا طرحه دي مش حلوه عليكي، انت كل يوم تلبسي نفس اللبس، مش عارف، تقول لها سيبيه ده ما بيحبكيش، اتطلقي. ايه رايك؟ الستات المطلقات اللي بالنوع ده بتعوض النواقص اللي هي داخليا بان هي بتنشر السم، مش هقول لك سم، لا، السم بتاعها في المجتمع. جالك كيسز زي كده؟ جالي كتير، ان صاحبتها هي اللي بتنصحها بالطلاق، بشوفهم، وتلاقي صاحبتها هي اللي رايحه معاها. بشوفهم في النوادي وبشوفهم اقول الحربيه قعده الحرابي اهي. لا بجد، انت مالك؟ انت فشلتي في حياتك، ما تنشريش فشلك. ده انا عايزه الحقها، ده انا بنقذها. لا بتنقذيها ايه؟ بالعكس، انا بشوف السيده اللي تعرضت لتجربه أليمة مفروض انت تنصحي، لان انت اتألمتي في طلاقك. اول واحده تنصحي بيها ما تدمريش بيتك، خليها تحافظ على بيتك. الا بقى لما يكون في عيب خلاص انا مش قادراه. انما انت لو جوزك كويس، احنا مش ملايكه، محدش فينا ملايكه، في عندنا نواقص طبعا، بس في حاجه تغفري بيها لجوزك يبقى عيشي بيها. وخاصه لو عندك اطفال، ليه ادمر حياتي؟ ليه اشرد اطفال؟ انا بعد كده انا بسمي الاطفال دول حاجه اسمها اطفال الشقاق. حرام اللي بيضيع في النص الاطفال. ليه اضيع اطفالي؟ ليه اضيع مستقبلهم؟ خلينا متفقين مش هيربي اولادي الا جوزي.